بيكم معانا النهاردة. عندنا موضوع شائك شوية ومثير للتفكير. هل فعلا خط إيدينا ممكن يكشف حاجات عن شخصيتنا؟ ده السؤال اللي بنطرحه النهاردة. المصدر الأساسي اللي معانا هو ملخص لكتاب اسمه تحليل الخط اليدوي، الكتاب الأساسي الكامل. الكتاب ده لكارين كريستين أماند وماري ستانسبري رويس. بالظبط. الفكرة اللي بيطرحها يعني إن طريقتنا في الكتابة، مسكة القلم، شكل الحروف، كل ده ممكن يكون ليه دلالة نفسية أو عاطفية. فاحنا في الدقائق دي هنحاول نستخلص أهم النقط في المصدر ده، ونفهم كده أساسيات علم تحليل الخط أو الجرافولوجي زي ما بيسموه. تمام. المصدر بيقدم الجرافولوجي كأداة محتملة، خلينا نقول وسيلة لفهم جوانب معينة في النفس البشرية من خلال تحليل الكتابة نفسها. يعني مش قراءة كف ولا حاجة كده، لا، دي ملاحظة لعناصر محددة وأنماط بتتكرر. أوكي، كويس التوضيح ده. طيب ندخل في العناصر دي بقى. الكتاب بيحدد حاجات أساسية زي الميل بتاع الخط، الضغط على الورقة، حجم الحروف، المسافات كمان. الكلام ده ممكن يدل على إيه بالظبط؟ خط مايل شوية ناحية اليمين ده ممكن يشير لشخص، خلينا نقول متفاعل عاطفيا، منفتح. منطقي. بس برضو المصدر دقيق في النقطة دي، بيقول لو الميل ده زاد قوي لليمين ممكن يبقى معناه اندفاع زيادة عن اللزوم، أو يمكن قلة تحكم في المشاعر. فهمتك، يعني الاعتدال مطلوب. طب ولو مايل شمال أو مستقيم؟ دي ليها دلالات تانية طبعا، ممكن تحفظ، ممكن منطقية أكتر بتغلب العاطفة. هم. طب والضغط على الورقة أو البريشر، دي مجرد قوة الإيد ولا ليها معنى أعمق؟ هي قوة الضغطة فعلا، وبتبان أحيانا في سمك الخط نفسه، أو حتى تلاقيها معلمة في ظهر الورقة لو الضغطة قوية قوي. المصدر بيربطها بمستوى الطاقة والحيوية عند الشخص، يعني ضغطة قوية ممكن تساوي طاقة عالية، حماس. وممكن عمق في المشاعر كمان؟ ممكن والضغطة الخفيفة بالعكس ممكن تبقى حساسية أكتر أو طاقة أهدى شوية. جميل. نيجي بقى لحجم الحروف، دي دايما بنسمع عنها، خط كبير يعني واثق من نفسه. الكتاب بيتكلم في النقطة دي. الخط الكبير ممكن فعلا يعكس ثقة ورغبة في الظهور، إن الشخص يلفت النظر ليه، ده وارد. بس في المقابل الخط الصغير مش لازم يكون ضعف ثقة، لا خالص. ممكن يكون تركيز عالي جدا، اهتمام بالتفاصيل الدقيقة، أو يمكن ميل للانطواء والتفكير العميق. يعني السياق هو اللي بيحكم. فهمت قصدك، السياق مهم. طيب والمسافات بقى، المسافات بين الكلمات والحروف نفسها؟ دي برضو ليها دلالاتها في الكتاب. يعني المسافات الواسعة بين الكلمات ممكن تدل على رغبة في الاستقلالية، مساحة شخصية. زي اللي بيقول للناس ابعدوا شوية. ممكن تتفسر كده والمسافات الضيقة قوي اللي الكلام فيها لازق في بعضه ممكن تعكس العكس، رغبة في القرب، يمكن صعوبة في وضع حدود واضحة مع الآخرين. وحتى المسافات جوه الكلمة الواحدة بين الحروف ليها تحليلها برضو في الكتاب. يبقى دي كده الأساسيات: الميل، الضغط، الحجم، المسافات. بس المصدر قال إن الموضوع أعمق من كده، في كمان تحليل شكل الحرف نفسه والتوقيع كمان. بالظبط. تحليل أشكال الحروف ده مستوى تاني خالص بقى، تفاصيل التفاصيل. يعني إزاي الواحد بيكتب نقطتين جنب بعض، ولا شرط على التاء مثلا، اله مقفولة ولا مفتوحة، الميم في آخر الكلمة شكلها إيه. كل دي تفاصيل الكتاب بيعتبر إن ممكن يكون ليها دلالات. يعني مثلا نقطة الآي أو النون أو اليه، مكانها فين بالظبط بالنسبة للحرف، ممكن تكشف حاجات عن الدقة أو حتى الخيال. ده الموضوع دقيق قوي. طيب والتوقيع، ايه علميته الخاصة دي؟ ليه بيعتبروه حاجة مختلفة عن باقي الخط؟ التوقيع ده الكتاب بيديله أهمية خاصة فعلا، بيعتبروه زي الواجهة كده، الصورة العامة اللي الشخص بيختار بوعي أو بدون وعي إنه يقدمها للعالم، البراند الشخصي بتاعه زي ما بنقول. يعني مش شرط يكون زي خطه، لا. تماما، ممكن يكون مختلف تماما. الكتاب بيقول إن خط الإيد العادي اللي بنكتب بيه في العموم ده ممكن يعكس الشخصية الداخلية أكتر، الحقيقية. إنما التوقيع ده الصورة اللي بنحاول نصدرها، هل هو مقروء وواضح ولا مجرد شخبطة محدش يفهمها. كل ده ليه دلالاته المحتملة حسب الكتاب. طيب كل التحليل ده شيق جدا بصراحة، بس هل المصدر بيلمح لاستخدامات عملية للكلام ده؟ يعني هل ليه تطبيق في الواقع؟ هو بيشير لإمكانية استخدامه كأداة مساعدة، يعني أداة إضافية في بعض المجالات، زي مثلا في ال HR في اختيار الموظفين. ممكن يدي فكرة عن بعض السمات الشخصية للمتقدمين، أو في فهم العلاقات الشخصية بشكل أعمق شوية. وفي أمثلة؟
الكتاب بيعرض تحليلات لخطوط إيد ناس مشهورة كأمثلة تطبيقية عشان يوضح المبادئ دي بتطبق إزاي. بس مهم قوي نأكد تاني، المصدر بيقدمه كأداة إضافية محتملة، مش علم يقيني قاطع ولا وسيلة نصدر بيها أحكام نهائية على الناس. يعني نقدر نقول إن الخلاصة اللي نطلع بيها من المصدر ده إن تحليل خط الإيد بيطرح وجهة نظر مثيرة للاهتمام، بتقول إن في صلة ممكن تكون خفية بين طريقة كتابتنا وجوانب من شخصيتنا ومشاعرنا. لفت نظري فعلا إزاي التفاصيل بنعملها تلقائي ممكن يكون ليها معنى. فعلا، وده بيخلينا نفكر في سؤال مهم بعد ما نخلص الحلقة دي: لحد فين ممكن نعتمد على تحليل زي ده في فهم النفس البشرية اللي هي أصلا في غاية التعقيد والتغير؟ وإيه هي الحدود الأخلاقية والعملية اللي المفروض ناخد بالنا منها لو فكرنا نستخدم أداة زي دي في حياتنا، سواء الشخصية أو حتى المهنية؟ سؤال يستحق التفكير. وفي النهاية شكراً ليكم على متابعتكم، ولو في أي استفسار سيبوه في الكومنت، وفي انتظار أسئلتكم دايماً.